انا رحت في داهيه كان يبقى كويس. ادي شرطك يا استاذ عبد السميع، قال لازم نقدم الحلقه من موقع الاحداث. اديني مش جاي لك النهارده. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اللهم ارفع مقتك وغضبك عني. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء مني. سلام عليك. سلام عليك. عليكم السلام. اللي احنا فين يا استاذ؟ ده سؤال يا حضرة، ما انت شايف احنا فين. يعني الحته دي بالذات اسمها ايه؟ اسمها صحراء. اكتبها صحراء عندك في البتاع ده. مش جاي على الجي بي اس يا عم ما فيش شبكه. يا خرابي يا خرابي. محدش في اي حته على بعضها. خلاص مت خلاص. الله يرحمك يا كزنار. مالك يا ست هانم انت كويسه؟ تليفوني حد يكلمني ابني. حد يكلم لها ابني؟ طب اقول لك على حاجه، اديني نمرتك وانا لما اشحن ارنلك عليك. يا نهار اسود، ده العربيات شقلطت. يا لهوي. والنبي يا استاذ شوف فيها كده حاجه مكسوره ولا حاجه مش على بعضها؟ حاجه مكسوره وانت مش حاسس؟ لا يا سيدي، كل حاجه سليمه وعلى بعضها. يا سليمه يعني؟ الحمد لله. بركاتك يا ام العواجز. ده كلام فاضي، دي فوضى بكل المقاييس. احنا لازم نرفع قضيه على الشركه والسواق الاعمى اللي كان هيودينا في ده. وحياة الله يا استاذ ربنا ما يجيب اواط. ليه؟ التذكره اللي معاك دي تعاقد بين الشركه والراكب لتوصيله لمكان محدد في ساعه معينه، والشركه اخلت بالتعاقد ده غير الاصابات. لابد من تحديد المسؤوليه. انا كنت هروح فيها. ده مش كلام ابدا. يا سلام، لما كانت حته وقعه بس انت يا واد سليمان كنت يعني الحمد لله مفيش حد فيه اصابات، محدش حصل له حاجه الحمد لله. جات سليمه النوم. نعم جت سليمه النوم. ازاي انت واخد على كده؟ ده ما يمنعش انك مسؤول عن اي اصابات تظهر بعد كده. ده غير تعطيل مصالح الناس. اسمع يا فندم النكلين، انا ما باكلش من شغل البوليتيكا بتاعكم ده. بوليتيكا بقى تعمل كل اللي احنا فيه ده وتسميه بوليتيكا؟ وانا عملت ايه يعني؟ انا كنت سايق في امان الله وهي اللي وقعت. امر الله بقى. يعني ايه امر الله؟ كل شيء وله سبب، والمصيبه اللي احنا فيها دي انت اللي سببها. وحد الله يا استاذ انت هتكفر؟ ما هو الراجل دي لو كان بيتقي ربنا ايوه كان ربنا سترها معاه. الا مشغل التاني المسافه. خلاص يا اخي. خلاص يا استاذ التوهو. يلا يا اسطى قوم شوف لك صرفه ورانا مشاغل اعمال يا جدع. ده كان المفروض نكون وصلنا من ساعتين. انت كنت سايق ازاي؟ زي الناس يا اخويا. رجليا اليمين على البنزين ورجليا التانية قريبة من الدبرياج، وعلى فكرة في كمان دواسة في النص بيسموها الفرامل، وايديا على الدركسيون وعيني على السكة طوالي. قال سايق ازاي دي؟ انت بتستعبط واحنا في مصيبة، ما تخلصنا بقى. طول بالك يا اخي. ادي 1 2 3 4. محدش ناقص يا فندم، سيبه يعد واحنا مش عودته برضه. فيه راكب ناقص يا اخوانا. يا نهار اسود، ده صحيح ست سوسو مش موجوده. انا لازم اروح اشوفها في عودتي. يقولوا عليا ايه؟ اورنج بيضيع الممثلات. هي الست دي ممثله؟ امال ايه يا استاذ؟ دي بطلت فيلمين كبار قوي. ممثله سين ومرسح وكل حاجه على ودني. قلبه واقع عليك. يلا يا فول، يلا ورانا مصالح. شوف لك صرفه والحمد لله كلنا سلاح. ادي 1 2 3. ما حدش ناقص يا سيدي. يلا استعنا على الشعب الله. الجدع بيقول لك يلا ورانا مصالح يا فقدان أتوبيس وركابه أثناء توجهه في رحلة انطلاقا من مسؤولية القناة تجاه مشاهدينا الكرام. نهيب بجميع المسؤولين البحث عن الأتوبيس في أقرب فرصة. يا جماعة الأتوبيس ما ضاعش، الأتوبيس عمل حادثة وجاري حصر المصابين. يا جماعة خليكم معانا مع قناة RPG. احنا اللي بنقول الحقيقة وما تنسوش برامجنا. أسعد الله مساءكم وخمسة موا. قدام الله الولية دي من أول طلعة النهار أنا عينيا رفت
واول ما الوليه دي حطت رجليها في العربيه انا قلت جالك الموت يا طارق الصالح. وقع برسالة جالك الموت يا تارك الصلي. ما انت لو بتتقي ربنا وكنت صليت العيشي كان ربنا اختار معاك. ممكن بقى تفهمنا انت رجعت ليه؟ سبت العربيه ليه؟ ما صلحتهاش ليه؟ مش مصلح. ليه؟ مش عارف. ايوه مش عارف اشتغل. ومش عارف تشتغل ايه يا اخويا؟ ومستهدى بالله كده واقرا عديت ياسين هتلاقيها طارت معاك ان شاء الله. قوم يابس. ومش عارف بقى تشتغل ليه بقول لك؟ علشان على فجأة كده يا اخويا كلكم بعيدوا الصواب، لا ركب دي لا ما اعرفش ايه، ده حتى الجدع ابو حماره ده كمان بقى يفهم في العربيات. الله يسامحك. يعني عايز ايه؟ اروح اصلحها لوحدي. روح يا اخويا ومحدش يجي معايا. انتوا تقعدوا تنتظروني لحد ما اقول لكم اركبوا. انا اعترض، ده يتنافى مع مبدأ الشفافية. احنا لازم نعرف انت هتعمل ايه بالظبط. طيب يا اخويا بتاع الشفافيه مش راضي. خلاص يا اسطى خلاص. يعني ما انت شايف بيقول ايه؟ اعمل ايه يعني؟ عندنا دي يا اسطى. اتفضل روح لا تصلحها. اله الا الله. والله العظيم عايزين نمشي من هنا رفق. يعني ايه حاجه الشفافيه يا استاذ؟ لابد ان يعي المسؤول عنه وما يضمره له المسؤول تجاه الاحداث الحاليه واللاحقه. هي دي الشفافيه. يقولي له ده يا اخويا. بيتكلموا عن الشفافيه. شافها فيك ليه؟ يا ست مش بيتشفى فيا، اشتبه فيا. يعني لما تكون في حاجه كده مش باينه وفي حاجه تانية مبيناها شفاف، هي دي الشفافيه بقى. هي دي يا عمده ما كل ده طب يطول باله عليا السواق الكلب ده لما نوصل. لو انت في البحر ما بقاش انا. بمناسبة الشفافية يا جماعة أعرفكم نفسي، أنا فكري عبد السلام صحفي وإعلام. اسمها اعلام. أهلا مش وسهلا. عارفه يا اخويا ما بحبكوش كده ليه؟ ليه بس يا هانم حصل مننا حاجة لا سمح الله؟ حشريين كده وتحطوا نفسكم في اللي لكم فيه واللي مالكوش فيه. والهانم بقى بتقرا جرانين؟ ها؟ جرانين. مواعين؟ مواعين ايه؟ انا عمري ما حسبت مواعين. يا لهوي بالي بيقول لك جرانين يعني جرايد، يعني نيوز بيبر بغلي بقصدك شكرا. جرانين. ايه؟ لا يا اخويا الاستاذ طول عمره يحطهم على صدره من البرد. صحة برضه صحة يا هانم. أيوة يا عمدة زعلان مننا أنت آخر ولا إيه؟ لا يا بيه ربنا يكفينا شركم. وحضرتك بقى بتشتغل إيه؟ أنا عمدة ابن عمدة ومرشح نفسي في الانتخابات البرلمانية القادمة رمز الحنفية. والله يا عمدة أنت مثال، ساعة ما شفتك وأنا بقول إنك مثال للبرلمان الحر الشريف، أول ما نرجع هطلعك في برنامج البرلمان الحر. بتحرجني ربنا يحرق ميتين اللي زعلك يا أخي. ربنا يخليك يا رب. شكرا. أكيد محامي وناشط سياسي. أبو المجد الشبراوي. أهلا وسهلا وحضرتك. أنا حسين أبو السعود رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للفيلم. أهلا وسهلا يا جماعة، تشرفنا. وانا يا استاذ أنت إيه؟ انا اورن. إيه؟ اورن ده اسم الشهرة، انما اسم الحقاني ما اعرفوش. انا طلعت لقيت الناس بتقول لي روح يا اورني، تعالى يا اورني، بقيت اورن. وشغلتي ريجي في المسرح والسينما والتلفزيون. لا يعني إيه ريجا يا أستاذ؟ ريجي دي يعني ريجيسير يا حاج، وربنا يفتحها علينا ونبقى وكيل عند قريب. فهمت أنا يعني إيه ريجا؟ جيجي. بتضحك عليها ولا إيه؟ ده طول عمره يقول لي يا جيجي. يا امورنا يا باشا. ما تنادي الست الأرتست دي تقعد معايا. ارتست. والله العظيم انت اللي راجل ارتست. والله يا استاذ انا مش عارف، طب حلال. ساعات تبقى زي الناس وساعات اللهم احفظنا. اهل الفن دول اسالنا انا عنه. انا هناديها لك بس براعينا ها؟ راعينا يا استاذ. يا ست الزوج. الو الو ايوه يا هبه، ايوه يا هبه الاتوبيس اتخبط، انا مش هعرف اجي النهارده. اتخبط يا هبه مش اتخطف، اتخبط. الو الو يا ست الزوج سيبك الحجاب. ايه يا قرع؟ البهوات معتبرين بحضرتك اول نفسهم تتنازلي وتقعدي معاها. اتنازل يا سيدي، ورانا ايه؟ امشي. البيه معجب بحضرتك اول في فيلمك الاخير خذني الى الفندق يا حبيبي. ياه، انت لسه فاكر يا اوراني؟ ده بقاله دلوقتي اكتر من 10 سنين. ده فيلم عظيم يا مدام، عظيم صحيح. انت تخيل ان انا لسه فاكر الفيلم ده لحد دلوقتي؟ انت في الفيلم ده تفوقت على نفسك. والله يا استاذ انا مش مبسوطه من ادواري في السينما. الوسط بقى مش ولا بد يا استاذ، بشتغل في المسرح اكتر. يا سلام يا استاذ لو تشوف المدام على المسرح. شفتها يا ابني طبعا. ايه ده؟ شفتني في غدا وكاميليا؟ كاميليا؟ اظن المدام كانت واخده دور كاميليا مش كده؟ انا ما بشوفش حضرتك في افلام كتير، يا ترى ايه السبب؟ ناشفه قوي يا استاذ.
ايه اللي ناشفه؟ رصه ناشفه قوي يا استاذ. ده العيال اللي اسمهم عيال بقوم دلوقتي. يا استاذه انت فيكي كل المواصفات اللي تخليكي نجمه تقف في صف اعظم فنانات العالم. عندك الموهبه. موهبه؟ هو انت شفت حاجه يا استاذ؟ والنبي ده انا لما كنت بمثل مرة مرة صاد يا استاذ ولا قطة بسبع ارواح ولا هملت. اهي هملت دي بقى لما كنت بمثلها كانت الصلاة تتشال وتترقع من الاعجاب. والله حضرتك مثلتي هملت؟ طبعا. اما الرواية دي بحبها خالص علشان بتوعظ الناس. بتوعظ؟ دي بتعلم الام ازاي تهتم بتربية ابنها. دي رواية اجتماعية عظيمة عظيمة يا امال ايه يا استاذ؟ دي رواية عائلية تمام. بالظبط. بس هملت هي مش فيها مرات الملك بعد ما مات جوزها الملك التفتت لعشقها وهملت في تربية ابنها. هملت في تربية ابنها؟ ما شاء الله ما شاء الله. سموها هملت ليه يا استاذ؟ ما هو عشان كده الشور يا استاذ. يا سلام يا سلام يا سلام. انا متاكد ان التفسير نفسه ما خطرش على بال التفسير ده. يا استاذه انت فيكي كل حاجه، انت ناقص بس شويه فضل. طب ايه يا استاذ؟ نشر شويه نشر يا استاذه. او النبي يا اخويا كلهم قالوا لي كده وانا عشان ماشيه بشرفي ما بلاقيش حد يقف جنبي. لا ما هو واضح يا استاذ. بصي الموضوع ده كله عليا. انا هطلعك وخليكي تاخدي جوائز من اعظم مهرجانات العالم. مهرجانات؟ ايوه يا استاذ انا عارفاه. انا اصلا شاركت في مهرجانات جوه مصر وبره مصر. حتى كان اخرهم مهرجان ايه يا عرني ما تفكرني؟ مهرجان اسكندريه، مهرجان الدخلويه. فرتكه عشان انا تعبت. سيبونا بقى ناخد فرصتنا حرام عليكم. فعلا يا مدام الاستاذ فكري ده صحفي عظيم. اديله اخبار بس هو اديني اخبار ايه يا استاذ؟ انت فاكر الخبر اللي يكون حصل ده يبقى خبر؟ امال ايه؟ يبقى تاريخ يا استاذ. الخبر هو الشيء اللي لسه هيحصل. ايه ده؟ ايه حصل ايه؟ الرجاله اللي فيكم يبقوا هنا يجوا يطلعوا العربيه اللي نصها مغروس في الرمل مش عارف اطلعها. اتفضلوا. قلنا كده من الاول. يا عمده بيقول لك مغروزه في الرمل يا عمده. يا عمرو قوم يا اخويا بيقولوا هيجيبوا طعم. في ايه؟ انا عايز اعرف يا جماعه، عايز اعرف مين المسؤول عن الكارثه والمصيبه دي؟ ازاي اتوبيس يتخطف كده؟ انا بطالب باقاله وزير النقل والمواصلات وده اقل حاجه. فوقوا بقى ولا شوفوا تشربوا ايه عشان تفوقوا. خلاص مقضينها تكييفات ونسكافيهات وكله هات. فوقوا بقى. ومعانا الاستاذ منصور شيخمان رئيس الشركه العامه للنقل السياحي وعضو جمعيه اتوبيسات بلا حدود ورئيس مجلس اداره. كل ده هتلاقي منين وقت للاتوبيسات؟ مساء الخير يا فندم. ايوه مساء النور يا فندم. استاذ شيخمان يعني ايه اتوبيس 50 راكب مش لاقيينه؟ هو سيادتك ده مش اتوبيس ده ميني باص 26 راكب بس تتحرك من المحطه فيه 6 ركاب. لان كل القنوات طالعه تقول عدد ركاب مختلف. ارجو تحري الدقه يا فندم بعد اذنك. دقه ايه اللي سيادتك بتتكلم عنها؟ هو فرق معاك 6 من 50 بني ادم؟ ايوه بس الدقه مهمه برضه. المهم ان في اتوبيس مختفي وفي شويه بني ادمين مش حيوانات. وحتى لو في حيوانات برضه لازم يكون في حد مسؤول عنها. انت باين عليكي ست ورغايه وفاضيه. هو سيادتك عايز فين بالظبط؟ ايه تعالي وانا اقول لك انا عايز فين بالظبط. يا جماعه الاتوبيس ما اتخطفش ولا حاجه. الناس اللي جواه هي اللي خطفت الاتوبيس
وطالبين كمان فدية كبيرة قوي، وقرروا ان هم يعيشوا في الصحراء ويعملوا دولة باسمهم. مش انا قلت لكم ان النهارده اسود؟ انا عن نفسي يا اخويا انت وهو امي شاريه لي بيت ملكي في المانيا، اقعد في البانيوم ودلدل رجليه ولا يكون عندي ابتكار. ما تخافش يا حاج. النهارده يا سيادني بص ضاع. النهارده ايه؟ بص ضاع. واحد فلوطه هيقول لي يعني ايه بص؟ هقول له يعني اتوبيس يروح عفوا انني بتكلم انجليزي، ده عشان صرف عليا كويس وعامله لي قناه لوحدي اسمها قناه البلالين، وانا اللي بنفخ فيها لوحدي. الاتوبيس ده يا اخوانا ضاع عشان تعرفوا ان الكوسه انتشرت في البلاد وسايبين الكفاءات اللي زيي ينفخوا في البلالين. واد يا عز انت يا بلغه خلصت سندوتشات ليه؟ انزل بالسؤال. يبقى السؤال هنا يا سيادتي، فدان الارض بيجيب كام ارداب بكوسه؟ اطلع فاصل، اطلع يا بلغه. انا قلت مليون مره شركات النقل دي لازم تتخصص، الدوله مش عارفه تديرها يدوها للي يعرف يشغلها. معاك حق والله يا استاذ حسين، شويه فشله بيديروا مرافق الدوله. اول ما نرجع هطلعك في برنامج عن الراسماليه والخصخصه. تتخصص ازاي يا اساتذه؟ ده بدل ما تقولوا ينتبهوا للفساد الاداري اللي في الشركات او على الاقل يحسنوا اوضاع العمال. والله معاك حق يا استاذ ابو المجد، فعلا العمال هم اللي طلعان عينيهم وبقيه الناس واكلاها ولعه. اول ما نرجع هطلعك في برنامج نتكلم عن حقوق العمال. وانا من رايي ان احنا نعمل مظاهره ونطالب باقاله رئيس الشركه. لا مش للدرجات دي. مظاهره في الصحراء. وانا يا استاذ هتطلعني البرنامج ايه؟ انت للكبار فقط. والعربيه عايزه ونش مش عايزه لحم. يا لهوي دي العربيه مغروزه غرزي وكأن الجبل اتبنى عليه، يعني شقناهم جابوا بقول لك ايه ما قدامك الصحراء واسعه اهي كده. طيب تعمل ايه؟ العمل عمل ربنا. يعني ايه؟ زي ما بقول لكم كده، وهنفضل هنا لحد امتى؟ لحد ما عربيه تيجي تاخدكم. احنا بقالنا هنا فتره ولا عربيه عدت علينا. دلوقتي تفوق. يا سلام، سميات سميات وبتطلع من الجسم. اي والله. ايه بس عربيه اهو، بس عربيه جايه من هنا اهو، بس عربيه. دي طياره، طياره مش عربيه. انزل يا طيار، انزل خدهم يا اخويا، خدهم ربنا. يا ابني دي عمكش مش هيشوفوا. ولسه الاتوبيس مش لاقيين ومفيش مسؤول طلع يوضح لنا حقيقه الموقف، وانا بطالب باقاله وزير الداخليه. بلاش وزير الداخليه، حقيقة الراجل ما قصرش. كان الله في العون يا فندم، كان الله في العون، بس لازم يكون في حد مسؤول. هي البني ادمين دول ايه؟ مالهمش تمن؟ فوقوا بقى، فوقوا بقى، الناس بصلنا من فوق ومستنيه لنا غلطه. فوق الانسان واللي يقول مصر فيها عنف، فيها ارهاب. فوقوا بقى، فوقوا بقى. ومعانا اللواء فتوح موارد، الخبير الامني والاستراتيجي والمحلل السياسي وزميل الاكاديميه الامنيه بجامعه السنبلاويه. مساء الخير يا فندم. ايوه مساء النور يا فندم. سياده اللواء، ايه تحليل سيادتكم للموقف؟ هو سيادتك احنا شغالين على محورين اساسيين، ان كان الاتوبيس فوقف بالقرب من منطقه حدوديه
اي يعني الحدود الشرقيه او الجنوبيه او الغربيه، فهو بالفعل حدث ارهابي. ليه بقى ما قلناش حدود شماليه؟ لان يوجد البحر المتوسط، يبقى فيها العمليه فيها ابرار بحري، وانا ما اعتقدش ذلك. طب يا سيادة اللواء لو هنا كمل يا فندم. اتفضل يا فندم. لو كان الاتوبيس فقد في منطقه عمرانيه غربيه او شرقيه اي بعيد عن الحدود يبقى الحدث جنائي، وانا ما اعتقدش ذلك. وانا برجح وبقول ان العمليه عمليه ارهابيه بعد التحقيق عن الارهابيين فانهم ليس لديهم مصادر تمويل او وقود، وخطفوا الاتوبيس عشان الفوضى على الرهاء وبعد كده الفوضى على الرهاء. بس يا فندم الاتوبيس بيمشي بالجاز مش بالبنزين. طب ما انا عارف، انا قصدي الوقود عموما، وبعدين انت بتقاطعيني ليه؟ ها؟ بتقاطعيني ليه؟ ما تيجي تحللوا انت، ده كلام يا سيادة اللواء. ده كلام يا سيادة اللواء. بس الحكومة هي المسؤولة عن ضياع الاتوبيس. الشعب هو اللي مسؤول، الشعب هو اللي مسؤول عن ضياع الاتوبيس، وعشان كده معايا دلوقتي شباب عاملين اغنية تضامنا مع الاتوبيس اللي اتخطف يا جماعة، واسيبكوا بقى وتسمعوا الاغنية. اتوبيس بنفس الفترة في معاد مطفي ودافع لحد اهل الشاي واتعرف اسبابه. كانت خليها العقل والمشهد التهيئة عليه الكفر بهيش الثلاثة على قهوة الكذب شغل وسهل وبنكتب انا عمالة بتسكت وتقول اتوبيس وربي الآية يسمعها ناس على القهوة كتير ومن هنا بدور النجاة الحبيب يقول لك فاكس يا عمي بلاش مش عارف وانت شايف ايه الدكتور عايش توشي من الأول كلام الحي طاير ورايح رايح كل ده يسمع خبر فيه تهديد ويقول هنقتل في الركب عايزين 13 أرنب وفي كفتة ومسك كمان حاجات وكله في الشارع كل عشان في الشارع عايزين شاطئ سكة سلامة وواحد ومنه كل الناس تنسى وتنشغل بالدنيا شاب تبقى راحت حلاوتها ومفيش حد لا رايح ولا جاي. نقول قولك يا اخويا، يظهر اللي هناك استقروا هناك واللي هنا استقروا هنا، ومفيش لا حد لا رايح ولا جاي. انت يا ناصر يا اذكى اخوات، عارف اللي حاكمني بيك دلوقتي؟ ادفنك تحت العربيه بتاعتك دي بالحياه. استمح يا اخينا وقول يا صوب. وراني قوم من عندك تعالى هنا، ابعد عنه ده راجل شطلي. اتلم يا ست انت وخليكي في حالك. اتلم ازاي يا سواق؟ انا يا عم الاتوبيس يا ماما. انا اتلم ما تتلم يا عم بهدلتنا. ايه اللسان هتعدل وبقت تتكلم زينا اهو سيبوني انا وانا اوريك. خلاص يا اسطى خلاص، بس حقك علينا معلش. اما سواء الادب صحيح. ايوه حمولها كلكم، كل واحد فيكم يعمل فيها ابو علي قدامنا. اوعى انت وهو سيبوني عليه. انت فاكر نفسك مين يا جدعان؟ الله تعال يا هاني، ده ما تنزليش لمستواه، انت اعلى من المستوى ده. ده سواق قبيح جدا. قبيح قوي يا استاذ. يا استاذه سوسو الراجل كبر وبيخاطر احكي على كلامه، هو مستوى واطي جدا. بعد اذنك بعد اذنك يا باشا، دونت تاتش دونت تاتش. انا اللي تعمل فيا كده؟ واحدة غيري كان زمانها عندها 10 عربيات، بقى انا اتهزق. هو تماري مت ولا عشان ماليش راجل؟ يا ست هاني انت الخير والبركه، انت الحمايه هنا كلنا. ده سواق جاهز عديم التمييز. ازيك يا استاذ؟ يا قرد شوف هنعمل ايه. نروح يا ست. حاضر يا ست. شوف ايه بقى يا استاذ؟ ما خلاص زمانهم جابوا واحدة غيري. ولا يهمك، فرصه تقضي لك يومين في ضيافتي. ضيافتك؟ انا عندي
هناك، انما هتعجبك على البحر على طول. الاولاد الاولاد بيصيبوا في راس البحر، انما الشقه دي حاجه يعني دي فاهمه بقى. افكر في الحكايات. المهم نمشي من هنا، انا اعصابي باظت خالص. عن اذن حضرتك اشوف لي صرفه مع السواق. اتفضل. ايه وبعدين يا اسطى هنفضل هنا لحد امتى؟ ونعمل ايه؟ قول لي انت ايه العمل؟ انا يا سيدي راجل جاهل وما بفهمش. قول لي انت ايه العمل؟ ترمينا في الحته المقطوعه دي وتقول لي ايه العمل؟ هو هيكون دمك اتعكر من السواق؟ اهي بلاوي. شكلك رايحه تصيفي. انا عندك انزل عند حضرتك يومين ثلاثة مش كده؟ وحضرتك عندك شقة مش كده؟ بالظبط. واولادك بيصيفوا في راس البر مش كده؟ بورسعيد. الشغل الباطل ده. وانت ايه بقى؟ افكر في الحكايات ما يبانش. ما تخليك عدل يا استاذ. بعدين يا قرب بعدين. الحقوا يا جماعه، الحقوا. ايه الاسفلت اخره هنا. يعني طريق الاسفلت بح، مفيش طريق تاني. ويعني ايه بقى الحكايه دي؟ انا عارف. انت وديتنا فين؟ وديتنا فين الله يخرب بيتك؟ يا نهار ابوك اسود. يا اخوانا بس دوروا على الطريق الاول، دوروا على الطريق الاول. انت عارف ان انا بحبك وليا معزه. فين الاسفلت؟ يعني نطشته؟ معرفش. خدته في جيبي، ما تفتشني، يمكن خدت حته اسفلتيه في جيبي ولا حاجه، ما تفتشيني يا حاجه، شوفي يمكن خدت الاسفلت في جيبي، فتشوني هناك. كتفوا بسرعة! دي عمرة سيبوني بقول لكم سيبوني. فين العصابة؟ فين العصابة؟ العصابة دلوقتي هتيجي مش كده؟ ايه التخريف ده؟ الوليه دي بتقول ايه؟ يا جماعة كلكم احنا وقعنا في ايد عصابة والسواق ده واحد منهم. هو حضرتك يا هانم عصابة ايه سيبت ركبي؟ يا اورنج عصابة ايه يا ست هانم؟ راسين على كل حاجه الله يكرمك. مصابة يا اخويا ما عملها زي الاكس اهي. يا اختي عصابة ايوه. يا لهوي يا خرابي يا دهيتك يا جمار، اتخطفت يا جمار. بقى السواق ده كتفوه جابنا في الحته المقطوعه دي عشان العصابه بتاعته هتهجم علينا وتسرقنا وتاخد فلوسنا وحاجاتنا. ايوه زي ما بقول لك. فين العصابه؟ فين العصابه؟ ما ترد عليا. ايه التخريف ده؟ ما انا واقع في المصيبه زيكم يا اخوانا. العصابه دلوقتي هتيجي وتاخدك معاها وتمشي بعد ما تاخد فلوسنا وحاجاتنا. بالظبط. اوعى تتحرك، اي حركه هضرب في المليان. حبل يا جدعان، شوفوا لنا حبل. تعالى انت هنا. ايه؟ انت عرفت موضوع العصابه ده ازاي؟ مش سيمة. مش سيمة. انا شفت فيلم زي كده بالمظبوط. دلوقتي بقى العصابة هتيجي وراكبين خيل وتركن وعلى وشهم كلاع ويخرجوا رشاشات موتوا بقى. وبعد كده يجي زعيم العصابة وياخدني قدامه على الحصان ويغتصبني. بالله العظيم ثلاثة انتوا كلكم علم مخاليف. عصابة ايه وحصان ايه اللي هيجي يغتصبك يا ست انتي؟ بس انا افتكرت. لفندم اهو هو اللي جابنا هنا. ده راجل عبيط جدا على فكره، ما تصدقوش. ثلاثة بالله العظيم ما انا سايبه. يا اخوانا انا عايز اقول لكم على حكايه كده. وانا ماشي في الطريق الطوالي انا شفت يافطتين. الحقيقه الدنيا كانت ضلمه وما شفتش لسهم بتشاور لفين. واللافندي ده اهو كان قاعد جنبي في كرسي نمره واحد. سالته همشي كده ولا كده؟ قال لي لا كده. فمشيت. يعني انتوا جيتوا عليا كلكم سبتوه هو وهو المسؤول. على فكره الافندي مش مسؤول، انت السواق وانت المسؤول. لا بقى مسؤول من ساعه ما سالته يجاوبني، وما دام قرر ان هو يجاوبني يبقى هو المسؤول. اتوبيس ماشي السفر في العقل تصفو جاسر لحد اهل الشاي
واتعرف اسبابها. فخليها العدد أعزائي المشاهدين، آسف لو كنت زهقت عليكم، بس لو زهقت يا أخويا عادي. القناة بتاعتي يا أخويا. القناة بتاعتي، وأنا الوحيد في مصر أحب أقول لكم إنني اللي عندي هنا المعلومات الكافية عن سر اختفاء هذا الأتوبيس. أمال أنا أمال أنا بقيت الجاموس أنا والسينما ليه أنا؟ ما عشان خاطركم، عشان تفهموا. بصوا بقى، ركزي معايا يا حاجة ومش عايز كلام جانبي. الأتوبيس بياخد 6 و6 و2 شعبطة. 2 ايه؟ مش سامع انا؟ حلو الكلام. ال2 الشعبطة دول يا سيادتي دخلوا جوه الأتوبيس. دخلوا ايه؟ فيه لطخ فيهم انا عارفه. لعب في الزمارة. لعب فين؟ في الزمارة. هو حد يلعب في زمارتك يا اخويا؟ وادي عز ولا سيب الشندوتشات وركز معايا الله يرضى عليك. نزل لي السؤال على الشاشة. يبقى السؤال هنا يا اخوانا. سؤال ايه يا استاذ توفيق؟ السؤال مين اللطخ اللي لعب في الزمارة؟ اطلع فاصل. مش هينفع عشان تطلع فاصل. ايه يا مخرج يا رجاله، احنا مش هنكمل العرض ده الا لما تسكتوا. احنا مكلفين وانا بيع فيها عجل من سجاوة. بالراحة اخويا على نفسك شوية. هتموت الراجل. بالراحة يا رجالة عشان تسمعوا الصوت، مش كده. اطلع فاصل يا عز. اطلع يا بلغة. اول ما قالوا لي عن الشيخ المبروك ده ايه؟ انا قلت لازم اروح. إيه؟ ده راجل بركه. تمام. يفتح المندل ويشوف القطر ويشوف ويقرا الكوتشينه ويرجع اللي تاه. جميل وانا أوي. بقى يا اخويا من ساعه ما ضاعت سلسله الذهب المخرزه زرقاء أيوة. وانا مخنوقه ومتضايقه واخر دقيقه ما اقولكش. تمام. بس قلت لازم اروح له عشان اعرف مين اللي خدها. تمام. بس ايه بقى يا اخويا عشان ما فوتكش في الكلام. أيوة. انا قلت اكيد اللي خدتها البنت تهاني. مالهاش حق تهاني. مين تهاني دي؟ مرات ابني يا اخويا. إيه؟ بس والنبي. أيوة. النبي لو طلعت هي ما تقعد على ذمة ابني ابدا. اللي اعمل لها عمل على رجل نمله وتبقى تقابلني لو عرفت تقعد على ذمته يوم واحد بعد كده. بس ده حرام يا ست هاني. العمل يا اخويا. لا انخرص الزرق. ليه بقى؟ عشان انت بتعتقدي في حاجه غير اراده ربنا سبحانه وتعالى، فهو ده اللي حرام. انت لازم تمشي مع الطيار وتساري الجو كده. طب انا احكي لك على حكايه من كام سنه كده. كان بيقول لي يا فلاح، كنت ازعل قوي. يا فلاح كتشتني. والله كتشتني. جم قالوا بعد كده ما يخشش البرلمان الا الفلاح. قلت وماله فلاح ابن فلاح ابن فلاح. علشان كده ما تقفيش ضد الطيار، تماشي الطيار يعني. بس اللي طيار يا اخويا. امي اللي طيار يا ستي. يعني لما يكون في طيار ماشي كده احنا ما نجحش ونقف قصاده، نمشي معاه. حد قال لي خليه يقف. الله يقف. بني. يا اخويا انا تعبت وسلكت انا قادره اقف. ايوه يا اخي. بقول لك يا اسطى. طب انا بدي افهم بس يعني انت مختارني ليه دون العالم دي كلها وتسالني؟ لا انت مسؤول عنني. يا نهار ازرق ومنيل، ابقى مسؤول عنكم كمان بره العربيه. ايه المصيبه الزرقاء اللي انا يا استاذي طبقا للاستاذ كليشي الاستاذ شفافيه دي بيقول ان التذكره عقد بيننا وبين الشركه، وطالما ان احنا ما وصلناش الرحله
يبقى ما زال العقد ساريا، صح؟ بس لا والله، يبقى انت المسؤول عننا لحد هذه تلك اللحظه. ممكن تسالني وتخلص؟ ايوه. يا نهار اسود ومنيل، ما قدامك الصحراء واسعه يا اخي، والله واسعه اهي، اتفضل. وانت محمود كده ليه يقرع؟ هتروح في 60 ده. لا يا شيخ، تفكر الحكايه لعبه. على العموم يا اخويا انا قلت لكم استنوني في العربيه وانتوا ما سمعتوش الكلام. هنقعد هناك انتوا احرار. هنقعد هناك نعمل ايه؟ يعني انتوا عملتوا ايه هنا؟ الحاجه بقى يا لهوي بالي، العربيه جايه على هنا. ايه ده بجد؟ انت متاكد؟ عربيه فنطاس كبيره من اللي بتشيل البنزين دي. انا ماشي اهو على الحدود، طلع علي اسد كبير ناس كتير. السلام عليكم. لو عندك مؤاخذه بتعملوا ايه هنا؟ بنتفسح. ده احنا بنشم هوا زي ما انت كنت بتشمه دلوقتي. انت مش فاهم، احنا سواح توريزم يعني. توريزم؟ بس انتوا غوطتوا قوي، بس ده انتوا شميتوا هوا الصحراء كله. اصل احنا ما عجبناش الهوا هناك فقلنا اما نشمه في الحته دي. حضرتك بتعمل ايه يا ناصر؟ انا كنت تايه كده بقالي كام ساعه، بس دلوقتي الحمد لله قدرت احدد علامات السكه. بس انتوا كنتوا رايحين فين كده؟ كنا راكبين اتوبيس سايق واحد حمار. اتلم يا استاذ، انت اللي خليك معانا. لا يا استاذ، هو السياسه حاجه ثانيه. الله، يعني انتوا ناس اللي سووها، يعني انتوا مش شايفين اصلا اللي بيعملوا فينا؟ كتفوه بسرعه، يبقى هو من العصابه. كتفوه. عصابه ايه يا ست انت؟ عصابه السواق ده اللي هتطلع علينا وتاخد فلوسنا وحاجتنا. ده عروسه ابو العربي قال له الكلام ده؟ عموما الله يسامحك. السلام عليكم. عليكم السلام. كتفوه. عليكم ايه؟ كتفوه. عليكم كتفوه. ما تقدرش حضرتك تاخدنا معاك. تعالى يا ست، احنا هندفع لك اللي انت عايزه. فعل ايه يا استاذ؟ ده عربيه فانتاس ما فيهاش غير مطرح واحد بس؟ خلاص يلا بينا ونبقى نبعت عربيه تاخد الباقيين. يلا بينا. يلا بيكوا فين؟ اروح اجيب لكم عربيه. اشمعنى انت؟ يا اخي انا رئيس مجلس اداره وراجل مسؤول واقدر اجيب لكم عربيه. لا انا ليا نفوذ يا اخي. الاستاذ صحفي واتصالاته واسعه ويقدر يقوم بالموضوع دوت، وانا كمان مش اقل منكم انتوا الاثنين. طب لما ركب واحد بس لا هروح زي ما انت بتقول، ليه ما يكونش انا؟ وليه يكون انت؟ ثم ان اللي هيروح مع السواق هيوصل لاقرب نقطه حدود وهيجوا ينقذونا، مش محتاج لا سلطه ولا نفوذ. نقطه حدود؟ خلاص يلا بينا يا اسطى لاقرب نقطه حدود ونبقى نبعت عربيه تاخدهم. يلا بينا. ايه يا استاذ انت هو انتوا هتكروتونا ولا ايه؟ يعني ايه نكروتك؟ يعني تنسونا. اشمعنى واحد فيكم اللي يروح؟ عشان بهوات يعني؟ لا كلنا هنا واحد. كتفوه ده اهو، كتفوه والله. بالظبط كتفوه. اسكت انا. انا شبح يا بالظبط انا اللي هروح يا اوراني. وانا كمان يا ست استاذ عسول. وانا المعترض. معترض ليه ان شاء الله؟ ما عنديش نفوذ ولا يكونش ما عنديش نفوذ؟ شرعا لا يجوز. ليه؟ لازم المرأة لما تسافر مع راجل يكون معاها محن. الله ينور عليك يا عمرو، والله الله ينور عليك. اول ما نرجع ان شاء الله هطلعك في برنامج عن القيم والاخلاق. الناس دي باظت خالص والله يا عمرو. ليه يعني؟ هياكلني في السكه ولا يكونش هياكلني في السكه؟ ده باين عليه طيب وابن حلال. سيبوه، انا اللي هسافر معاه. انا اللي هسافر معاك. ما تتخانقوش يا جماعه، بطلوا خناق بقى. انتوا يا جماعه تموتوا بعض ويفضل منكم واحد هو اللي يسافر معاه. يا حبيبي يا اخي ده انت ثقيل قوي يا اخي. انا اللي هسافر. اخوانا ده عربيه فنطاس. هي ما غير مطرح واحد. بس انا عندي راي كمان. عاجل وردنا الان من مصدر مسؤول ان الاتوبيس تم تحديد موقعه وجاري التعامل مع المختطفين. اسفة لما ورد من اخبار سابقة عن القنوات يا جماعة، وانا اعتذر بصفتي ونيابة عن القناة عشان اللي انتوا شفتوه دوت. شفتوا بقى الاعتذار قوي ازاي؟ واخر الاخبار عن موضوع الاتوبيس
انه ما اتخطفش ولا عمل حادثه يا جماعه، ما اتخطفش ولا عمل حادثه، ولحد دلوقتي ما حدش عارف مكانه فين، ولحد ما تجيلنا اخبار جديده هنسليكوا بقى معانا بمسابقتنا يا جماعه. هنسليكوا بمسابقه جميله خالص يا جماعه، مسابقه كبيره جدا، ومنين ما تكون سمعنا ومنين ما تكون شايفنا برنه واحده بس، هي برنه واحده بس. ايوه انت، ايوه انت اتصلوا عليا فورا يا جماعه وهنوصل لكم لغايه عندكم. يا جماعه مش بنقول الاختلافات في كاوتشات الاتوبيس ولا في مرايات الاتوبيس، الاختلاف اتحذف من الصوره يا جماعه، هو اختلاف جامد جدا، والقيمه بتاعتنا كبيره جدا جدا جدا، ومعانا القيمه 10,000 دولار. زي ما اتفقنا بقى يا اسطى، هتروح تدخلهم عليا واحد واحد وواحده واحده، تمام؟ بالظبط، انت تقعد هنا وهم يقفوا هناك، وكل ما واحد يطلع التاني يخش. انا جيت جنبك، روح قول لهم الكلام ده. عينيا يا اخوان، انتوا يا بني ادمين كل واحد فيكم يجي لي هنا بالدور زي ما اتفقنا، واحد واحد وواحده واحده. اتفضلوا. انا موافق، بس انا اللي اخش الاول. هات لي الراجل اللي مد اهوت. عينيا يا باشا، خش يا استاذ. اتفضل. شوف يا اسطى، انت باين عليك بتفهم، وخليك صاحي وشوف مصلحتك فين. مصلحتي فين ازاي يعني يا استاذ؟ في الفايت، في اللي هيديك اكتر. وبعدين؟ ولا ليه؟ دول ناس فالصو لماذا؟ ما عرفتهمش اللضا، وانا راجل مسؤول، واللي تقول علينا تحت امرك. فلوس، وظيفه. وظيفه ايه يعني؟ اعملك رئيس الجراج بتاع الشركه، ملاحظ عمال، رئيس ورديه، اي وظيفه تعجبك. خد دول. ايه دول يا استاذ؟ دي حاجه بسيطه تنشط تفكيرك. طب سيبنا نفكر. تفكر؟ بقول لك سيبنا نفكر يا استاذ. الراجل الصاحي اللي ما فوتش الفرصه لما تيجي لحد عنده. طب استناني بره وسيبنا نفكر. هسيبك، بس عايز اقول لك حاجه، الفرصه ما بتجيش للبني ادم غير مره واحده بس في حياته، وان ضاعت ما بتتعوضش. اما راجل لابط صحيح. ما تخلصنا يا عم بقى من الحكايه دي. طب اهدى شويه وندل الراجل بتاع الجرانين ده هو. ايوه، مساء الخير يا اسطى. مساء النور يا استاذ، حضرتك اعلامي مش كده؟ طبعا يا اسطى، مهنه البحث عن المتاعب، وزي ما انت شايف المتاعب المره دي هي اللي بحثت عننا. ايوه، هو ده بقى اللي اعلمني بالسكه الغلط. انت عايز تاثر بقى على الاسطى ولا ايه؟ بنوره احسن ياخدك معاه، يبص يلاقي نفسه في الهو اللي احنا فيه. امثالك كده دايما بيحقدوا على المثقفين، امثالي وامثال الاسطى. امثال ايه يا عم؟ خليها على الله، بلا فلقه. ايه يعني ايه؟ زي ما بقول لك كده، مش انت اللي غشيتنا في الدنيا هنا؟ انت راجل كذاب. لا بقى، سيبه يا اسطى، سيبه خلينا نشوف شغلنا. معاك ايه يا استاذ؟ نعم. انت تعرف كل اللي في الاتوبيس مش كده؟ طبعا. تفتكر مين اللي يستاهل اخده معايا؟ الحقيقه كده يعني والوجه الله؟ طبعا الحقيقه يا استاذ. ولا واحد. ازاي يعني؟ يا استاذ، هتاخد معاك مثلا الراجل رئيس مجلس الاداره، ده راجل مغرور ومدعي، وبعدين ده راجل خباص كبير قوي، ده عليه بلاوي. بلاوي ايه؟ سيديهات عندك ولا لا، مع مرتضى. هتاخد معاك بقى الراجل العمده، اهو ده موته وراحه البلد منه واجب، وبعدين ده هيملى لك القنطاس اميات. هتاخد بقى معاك مين؟ الست الارتيست. مش هتخلص، وفرضا يعني لو خلصت الاشاعات هتهريك. فاضل بقى مين؟ واحد بس، الريجيسير. وانت عارف بقى لو خدته هيتقال عليك ايه؟ عارف يا استاذ، عارف. بص يا اسطى، مفيش غير واحد بس يا اسطى اللي لازم تاخده معاك عشان مصلحه المجتمع ومصلحتك انت كمان. مين يعني؟ انا طبعا يا اسطى. وانت ايه يعني مصلحتي ومصلحه المجتمع اللي ناخدك معايا؟ شوف يا سيدي، من ناحيه المجتمع انا عضو عامل وبأدي خدمه عامه. من ناحيه مصلحتك انا هشهرك ريبورتاجات، مقالات، صوره على 3 عواميد، صوره ليك لوحدك، صورة لينا احنا الاثنين. طب والبرامج يا استاذ؟ هطلعك في كل البرامج. هطلعك مع الاستاذ وائل الدين، مع الاستاذ معتز الدمدان، مع الاستاذ ريهام سعيد. لا بلاش يا استاذ. ليه؟ يعني يرضيك تقول لي كنت حاسس بيه وانت بتعمل كده؟ لا عندك حق، ده غير العفاريت. بلاش. قول لي ايه بقى يا اسطى؟ تاخدني معاك؟ والله استناني بره وسيبنا افكر يا استاذ. طب بص يا اسطى، يعني لو ماليش نصيب اروح معاك، هتاخد بس الكارت ده توصله الجورنال. ده فيه ايه ده يا استاذ؟ دي مقاله كده كتبتها عن حكايتنا، مغامراتنا المثيره في الصحراء. ماشي يا استاذ، استناني بره وسيبنا افكر. انا واثق انك هتختار صح يا اسطى. خلص يا عم بقى،
خلص يا عم بقى ولا قوم خد عربيتك وفارقنا. انت تاكلني يا اسطى. الله. بقول لك ايه؟ ما تنده لنا الولايه اللي بتمثل دي. لا يا عم، لا يا عم، كله ناديه. ليه بس؟ يا عم انت ما تعرفش الولايه دي عملت ايه فينا. يعني هتكون عملت ايه يا اسطى؟ يا عم ده هي اللي سايبت وسط العربيه. ما هو ده المطلوب، خليها تيجي تقابل قاعده شويه. يا نهار اسود، بقول لك هي اللي نحستنا وجابتنا هنا. بقول لك يا اسطى روح انده لها. يا عم حرام عليك. اسمع الكلام يا اسطى. روح انده لها بس. روح. امرنا لله. انت يا ست هاني، انت اللي اسمك شوشو. ايوه اتفضلي. خشي. اوعى شيل ايدك، اوعى تحط ايدك عليا. هو انا جيت جنبك يا ست انت؟ نعم. عايز ايه؟ لا هو عدم لا مؤاخذه. كنت رايحه فين كده؟ كنت رايحة حجي، رايحة الحجاز. حجي؟ امال يعني عايزني اقول لك ايه؟ يعني مش عارف الاتوبيس كان رايح بينا فين؟ يعني كنت مسافره يعني. وانت مالك؟ وانا مالي؟ ايوه. انت ما تعرفيش ان انا اللي في ايدي انقذ اي واحد فيكم ولا ايه؟ طز، عايز حاجة تاني؟ يعني مش عايزه تسافري معايا؟ لا. ولا ليه؟ عشان دمك تقيل، يلطش. يعني عشان دمك ايه؟ تفضلي انك تموتي في الصحراء كده؟ اهي كلها موتة. ده انت على كده بتكرهي الدنيا بقى. بكرهها؟ بالعكس، ده انا بحبها جدا. طب وهو اللي بيحب الدنيا يختار ان هو يموت في الصحراء برضه؟ مش احسن ما واحد زيك يتحكم فيا؟ واحد زيي؟ ايوه. طب عموما بقى انت اللي هتسافري معايا. بقول لك ايه يا سواق؟ بقول لك انت اللي هتسافري يا اسطى ماريو. وسع يا وسع يا وردنا الآن من مصادر مطلعة أن الأتوبيس المخطوف تم تفجيره بعد إعدام من فيه رميا بالرصاص. فين الحكومة؟ فين المسؤولين؟ فين عم محمد بتاع الجرايد؟ وردنا الآن خبر عاجل يفيد بأن الركاب اللي خطفوا الأتوبيس نزلوا من الأتوبيس وفجروه. لا، الإرهابيين هم اللي فجروه. الركاب هم اللي فجروه. لا، الإرهابيين هم اللي فجروه. الركاب هم اللي فجروه. الإرهابيين هم اللي فجروه. الركاب هم اللي فجروه. الإرهابيين هم اللي فجروه. الركاب هم اللي الإرهابيين هم اللي فجروه. يا لهوي يابا. يا لهوي يلا يابا. يا عفوا قلبنا. انا ما عملتش حاجه. انا طلعت في مهمه استكشافيه ادور على مكان مناسب وملائم ان انا اعمل فيه زي الناس. اصل المكان ده لازم يكون له اشتراطات، يكون فوق الريح، يعني الريح تاخد الريحه كده وتروح وراك عشان ما تجيش عليك. بس كده جت عليك. ما عليك، انا نقيت المكان وبينما بقى المهمه شغالي ومستقاعي الناس واحد وبغني وشغاله وماشي. يا اللي ماشيه ماشيه، ما انا جاي لكم في الكلام اهو. فجاه وقف. يا اللي وقفت. ما انا هقول لكم اهو الغاره. لما وقفت رحت انا عامل كده وبديها واحده جنبي. فجاه سمعت صوت الفنطاز بينفجر ورايا. ليه؟ وانا كنت واكل ملوطاف يا جدعان؟ انا بحبس ببنزين يا رجالي. هو انا حللت الموقف قلت حتما ولازما ولا بد حد يكون رباس جاري. محدش بيشرب سجاير. يا نهار اسود، ما انا ما بسرحش في الجنيف الا وانا مولع سيجاره. تعمل لي اعمال ايه؟ يا اخي منور. يعني سيادتك لو ما كنتش ولعت في العربيه، وانت يا ست نفاتي لو ما كنتش غشتنا وجبتنا هنا، كان حالنا بقى احسن من كده. والله كله مكتوب بقى، هنعمل ايه؟ كله مكتوب يا اخويا. تحت يا عمده لازم تشرب سجاير يعني. الدنيا كلها مقلوبه، محدش فاهم اي حاجه. ايه يا عم؟ معلش بقى، الميه خلصت. الميه. انت بتعمل ايه؟ انا ببعت بكتب مقال. بتبعت مقال؟ انت عندك شبكه؟ لا انا ما قلتش عندك شبكه. بس يا ابو المجد لو سمحت مش هينفع واحده. ده احنا هنقرا. يا نهار اسود، ده كاتب مقال عن حكايتنا. حكايتنا؟ اما روح يا ورا انا اشوفه كاتب عن ايه. وريني يا استاذ ابو المجد. ده تلاقيه حاطط المسؤوليه كلها عليا انا ومطلع نفسه زي الشعره من العجين. يا جماعه دي مش طريقه دي. يا نهار اسود، يا نهار قله ادب.
ايه اللي الادب دي يا سافل؟ الحق يا استاذ ابو المجد. اقري كده وسمعينا عشان نسمع. ما اقدرش، ده فظيع، ده كاتب عني قله ادب. قله ادب؟ طب هاتي بقى. اقرا يا استاذ ابو المجد، سمعنا الاستاذ مصور الحادثه ازاي. ما تقلقوش كلكم هتسمعوا. اقرا يا استاذ، اقرا وعلى حسك كده كانك في المحكمه. تمام ماشي يا عثمان. العنوان: مغامره في الصحراء. قدر اعمى وسائق اطبش قذف بنا الى اعماق الصحراء. نعم. هو مين ده اللي اطبش؟ كتفوه بذمتك مش انت اللي غششنا في الدنيا هنا؟ يا اخي حرام عليك. افهمك بس. اما فند كداب كذب صحيح يغشنا ويقول اهدى يا اسطى اهدى، كمل يا استاذ ابو المجد. وفي جحيم الصحراء حيث لا زرع ولا ماء قضينا 3 أيام. يا نهار ازرق عليك يا جدع، ده هو يوم واحد. يوم واحد يا اسطى خلاص. يوم واحد يا كذاب. كانت مجموعة غريبة من الآدميين، لا أعرف كيف اجتمعت كلها في سيارة واحدة. مجموعة متناثرة من الشخصيات الطفيلية التي تنمو كالأعشاب وتتسلق المجتمع. اقرا يا اخويا وسمعنا الادب والاحترام. يا عم انت بقى. ممثلة مدعية تافهة لا تحسن التمثيل سوى على خشبة الحياة. سامعين كاتب عني ايه؟ يعني لما امسكه قدامكم دلوقتي واديله بالكسبه يبقى لا حاجه. اهدى يا ست، احنا هنتصرف، هنمسح المقاله دي في الاخر. نمسح؟ لا يا استاذ حسين، احنا نسيبها وبعد كده نبقى نمسحها. كلها اتنشرت يا اختي ما تخافيش. وسيدة من مخلفات المجتمعات الساقطة. ايوه يا اخويا خليها يذيعها في جنابها كمان وكمان. يا ستي ده بيتكلم عليك انت. ايوه سمينة غليظة. لذيذة. الله يكرم اصلك يا استاذ. شكرا ربنا يخليك. وما تقول عني يا لذيذ. يا اختي تزيد كمية المنطقة التي أكلتها في حياتها عن كمية الرمال التي تسير فوق. يا اخويا مفتحة. المفروض تقوم يقول عني مفتحة. انت ما كنتش بقول حاجة ابدا. ما بيفهمكش من شوية. بيقول عليكي ان انت بتطفحي مفتحي. ايه بتطفحي بتلوغي مفتحي. مفتحة؟ ايوه. باكل في الفتحة؟ ايوه. هو انا كنت باخد من بيت ابوك يا جربوع؟ مش انا اهو. يا ست تعالي. ابوك يا جربوع. وهمشي كمان. وهمشي. تعالي يا ست هاني اقعدي الله يبارك لك. اقعدي. انا اللي غلطانه ان رضيت اركب مع جربوع زي ده. اقعدي بقى. اقعدي الله يبارك. عمدة من الأرياف. متكلمش قوي كده. كل ما فيه ينطق بالجهل والخبث والمرض. ايه؟ انا كاتب عليا كده. هي كلمة واحدة. ايوه. كلمة واحدة. كلمة واحدة اللي هرد بيها عليك. كلمة واحدة. حسبي الله ونعم الوكيل. ونعم بالله. موتوا بغيظكم بقى. ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الكبرى اجتمعت فيه كل أمراض العصر من الغرور والادعاء مع سطحية متطمعة وبيروقراطية واضحة. ايه يا استاذ ده؟ ايه الشتيمه دي؟ دي مش شتيمة يا أستاذ، ده نقد اعمل لي فيها نقد سينمائي. وشخص لا عمل له. انت يا ورني. يسمونه الريجيسير. ايوه. يقولون أن وظيفته أن يجلب الممثلات إلى الاستوديوهات. حصل يا استاذ. ولا مانع عنده في أن يجلب. يا سافل، وانا كنت جلبت لك حد قبل كده؟ قلت الأسلوب يا ورد. وأنا بقى محامي عصبي ساخر يفجر ثقته دائما في غيره ولا ينظر قط إلى نفسه. ده منظر حد عصبي في الحقيقة لا خالص. انا بدي افهم بس، هو كتب عن نفسه ايه؟ هو ما كتبش هو يطلع ايه؟ اسمع بقى دي. منذ اللحظات الأولى التي تأكد فيها هؤلاء أنهم انعزلوا عن العالم بدأت نفوسهم تتكشف عما يخفونه. بدأ رئيس مجلس الإدارة يطارد الممثلة وبدأت الممثلة تطارده. بطاردك؟ أنا بطاردك يا أبو إردان يا طفل الرجالة يا مرفوع. عيب يا عادل، عيب على فكرة. أنا صحتي محترم وعندي كرامة. كرامة إيه يا بتاع البوليتيكا؟ استني نشوف كاتب إيه. كمل يا أستاذ. وكانت السمة الواضحة في هذه الحثالة البشرية هي الجبن الشديد والخوف الشديد، ولولا وجودي بينهم لماتوا من الخوف.
هذه المغامرة أعطتنا صورة لاختبار قدرتي على مواجهة الشدائد. يا انت وشك اصفر يالا، واللي يشوفك يقول عليك يا رحمن يا رحيم. ايه ده؟ شدائد ايه دي اللي هتواجهها؟ ايه ده يا قرد؟ يا كده يا اخي العالم دي تسيب مصايبها وتدور على مصايب. مش عارف انا مش عارف يا جماعه خلاص بقى، خلاص حقكم عليا. انا غلطان بس لازم اكتب كده عشان الموضوع يبقى له طعم. طيب تفتكروا بقى نعمل في البيت ايه؟ ايوه احنا نسيبه لوحده عشان خاطر وحدانيته دي بقى تديله فرصه صارع الشدائد. والله العظيم انت بتتكلم صح. تعال ايه؟ تعال ايه؟ هبصحك. امسكوا كويس يا قرني، اربطوا جامد. اديله ايوه يلا. احمد يستاهل ياخد كمان. الحقيقة في ناس بتطبل يمين وشمال وهم مش فاهمين. القنوات دي يا رجاله انا عارفها كويس. قناه اسمها مش عارف ايه، عايز ايه يا وضخ انت عارفني في الايربيز، عايز ايه؟ ايه؟ عاد جد؟ ما جاتش؟ عندها ايه؟ غسيل؟ مش مشكلة. القنوات دي يا رجالي أنا عارفها كويس. قناة مش عارف أربجيه ودي دي تي. الولاية اللي هي مقزعرة شعرها دي من ورا دي. والولاية دي عمالين يطبلوا بتحكي عليها مرض. واحب اعرفها ان احنا يا اختي بنعرف نطبل زيك. ايه؟ وانتوا فاهمين نفسكم كويس وانا عارف انتوا على ايه. بنعرف نطبل يا اختي. اوعى تفكرنا لا بعرف اهو وادي الطبله ردوا ورايا وعالجدار عايز ينقر ايه نعرف نطبل يا اخي. الحقيقه عايز ايه يا لطخ انت بتشطف العيال غيرت لهم. ده العيال دي ما بتعملش بالبي، ده بتعمل قوالع. على العموم اطلع فاصل بقى وريحنا. اطلع فاصل الدنيا ساقعه. اطلع الكل انا جميل يا حماده انا بقول له حد يبقى القول. طيب يلا خد القول لي انا بقول له والله. انت عايز ميه؟ لا مش هديك ميه. لا اشرب انا الاول. يا عم اسكت بس استنى شويه. مش هديك ميه. انا مش هديك ميه خالص. الوريش انت غشيتنا وجبتنا هنا يبقى ما تشربش. انت احنا اللي نشرب بس. يا سلام على الميه يا اخي. اما الميه لذيذه لذاذه والله. يلا نشربك وامرنا لله. الميه الميه مسمومه. يا اهل مسموم. الميه مسمومه يا عم حرام عليك يا اخي. مش كفايه غشيتنا على الطريق عايز تغشنا في الميه كمان. يافطه ايه؟ يافطه ايه؟ الميه مسمومه. اقرا؟ هو انا بعرف اقرا؟ يا مسمومه.
بيقول لك الميه مسمومه. ووتر مش ممكن تكون دي النهاية. لا يمكن تكون دي نهايتك. لازم اريح اطلع اوعى تكون شربت من الميه. الميه مسمومه يا غالي، مسمومه مسمومه. مش كلام الاول، هو انا كنت اعرف يعني؟ انت نمت ولا ايه؟ عايز ايه يا عز؟ انت على الهوا من بدري والناس ما جايبين لي يا عم شاي مش عارف ايه بلالين ولا في ايه؟ مين اللي هقول لك ده؟ استاذ ايمن عايز مصلحتك دلوقتي صح؟ مديرة القصر يا سيدي مدام امل متشكرين على الواجب ده. شايف المدام امل يا اخواتنا؟ صح كده هو شغال مالناش. فيه ناس بتموت يا اخوانا. ايه؟ مش بتقول اتوبيس يا عم؟ لا، انا بتكلم عن الاسكان الاجتماعي هنا في مدينة السادات. فيه مواطن اسمه احمد. المواطن ده يا سيادنا مغلبينه بقاله سنتين، لا خد فلوسه ولا استلم الشقق. مطلعينه شغل ايه؟ شخلين له وهدمنه. عمالين يا اخوانا يطلعوا في الراجل وينزلوا في الراجل، محسسني ان هو احمد السبكي. اطلع بقى يا احمد يا احمد، انت بقى يا احمد يا احمد، اطلع بقى يا احمد يا احمد، انت بقى يا احمد. موت في الصيت انتوا. المواطن ده يا سيادنا ما استلمش شققه لحد دلوقتي، وانا بوجه كلامي لجهاز مدينة السادات وليا عتاب صغنن قد كده اهو. ليه جايبين جهاز الساحل الشمالي هنا في مدينة السادات يبني شقق على اساس ان هم هيسلموا مع كل شقة مليون؟ ماله جهاز مدينة السادات؟ جهاز محترم، جهاز تحط الفيشه يضرب شقق. ماله؟ دلوقتي يا سيادتي في سؤال واحد بس، نزله على الشاشه يا لطخي خلينا نسترزق. السؤال ده بيقول يا ترى الناس هتستلموا الشقق ولا هتموت الاول؟ اطلع فاصل يا عيد، اطلع. يا جماعة أنا غلطان في حق كل واحد فيكم. لو لسه في حد زعلان مني يسامحني. المسامح يا ريت. أنا عارف إنها قلة عقل وطمع مني. فيها إيه لو كنت خدت واحد معايا كان زمانه جاب عربية ولا أي حاجة تاخدكم من هنا. بس أنا عارف إن شيطاني وزني عشان أشوف مصلحتي فين ومين هينفعني أكتر. انزل بقى يا احمد يا احمد. يا رب انت عارف ان انا ما كنتش تايه، وان انا كنت بتلقى عشان ابيع البنزين عشان اعمل قرشين ينفعوني. بس مين اللي هينفعني دلوقتي؟ مين اللي هينفعني غيرك انت يا رب؟ سامحني يا رب، سامحني يا رب. سامحني يا استاذ عويس، انا اللي ولعت لك في العربيه، ما كانش قصدي. كل ده بسبب كبري وغباوتي. اني اللي عامل فيها شيخ، بحلل اللي على مزاجي واحرم اللي على مزاجي.
وفي نفس ذات الوقت بشرب سجاير من ورا الناس، لكن انت شايفني بجري ورا واحدة عمشة وطرشي طبعا بفلوسي، وواحد منافق عشان يشهرني. قال ايه؟ عشان البرلمان ونعلي كلمتك. ما انت كلمتك عالية لوحدي مش ناقصاني. انا كل ده في النهاية بعمله عشان مصلحتي، وانت العليم وعالم كل حاجة. سامحني يا رب، سامحني يا رب. وبعد كده لو نجيتني اوعدك مفيش برلمان تاني يا رب، مفيش غير ارضي وعرضي وبيتي وبهايمي. سامحني يا رب، سامحني يا رب. اما انا بقى يا رب اوعدك لو نجيتني اني ما اصيفش لوحدي تاني، اصيف في وسط ولادي، اخد بالي منهم وياخدوا بالهم مني. مش هبص لحاجه مش بتاعتي، مش هبص لحاجه غيري، فلوس غيري، مركز غيري. مش هبص لحد تاني غير مراتي، مش هبص لست تانية. نجيني يا رب وسامحني، سامحني يا رب وارجع لاولادي. مش هجري ورا حد ولا هسيب بيتي تاني يا رب. سامحني يا رب. يعني خلاص جالك الموت يا تارك الصلاة. انا مرايش حد تقولوا له حاجة، ماليش لا اب ولا ام ولا ولد ولا بنت. خدتها لف لف، ما عرفتش غير دلوقتي بس اني لفيت كتير اوي وضيعت كتير. والنبي يا رب تسامحني، ده انا غلبان. بيقولوا عليا ريجيسير يجلب الممثلات، ولا مانع من ان يجلب. والله يا رب ما جلبت حد، كل واحدة كانت عاوزة تروح وانا مالي. كلهم عاملين لي شماعة، قال يعني انا السبب وانا مالي. والنبي يا رب تسامحني، انا صحيح ماليش اهل، الناس دي كلها اهل. واذا نجتني مش هعمل كده تاني. هتجوز وافتح بيت واجيب عيال، اجيب عيال يسبحوا بحمدك يا رب. يعبدوك والنبي يا رب، والنبي يا رب تسامحني، والنبي يا رب. ويبقى كرم منك لو نجيتني يا رب، يبقى كرم منك. سامحوني يا جماعة، صحيح زي الأسطى سليمان ما بيقول، أنا السبب في المصيبة دي. كانش لازم أفتي في الطريق وأنا معرفوش. بس أنا كمان عايز أعتذر لكم على اللي كتبته عنكم. أنا كنت أقدر أنقذكم، لكن ساعتها ما كانش هيبقى في خبر. علمونا كده، عشان يبقى في خبر لازم يبقى في صبر. عشان تبقى مشهور وناجح لازم انت اللي تصنع الخبر. يعني لو كتبت خبر عن طفل اضطر يمشي كل يوم 5 كيلو عشان يروح مدرسته، وعافر ونجح ودخل كلية إعلام، يشتغل ويذاكر وينجح، يبيع جرايد ويذاكر وينجح، يشتغل في البوفيه ويذاكر وينجح. اساتذته يشاوروا عليه ويقولوا له هتبقى اعلامي عظيم، بتفوق ويروح يشغلوا اي حاجه غير انه يبقى اعلامي، اي حاجه غير انه يبقى حلو. ملطشه للمراسلين والمعدين، هم اللي يجيب الاخبار وهم اللي يتشهروا على قفاهم. لو كتبت عن البني ادم ده حد هيحس؟ محدش هيحس. لكن لو كتبت خبر عن مين اللي يستحق لقب الراقصه، اوكسانا ولا صوفينار، واو،
هيبقى خبر نار. سامحني يا رب، كنت فاكرها فرصة هترجع لي حلم اللي راح. سامحني ونجيني يا رب. سامحوني ابوس ايديكم، سامحوني عشان ربنا يسامحني. سامحني يا رب، انا خايف. سامحني يا رب. انا اقول لك ايه؟ اقول لك ايه بس؟ اقول لك انا مين وجايه منين ورايحه فين؟ ما انت عارف كل حاجه. انت عارف سوسو تبقى مين؟ عارف ان سوسو هي سعديه عبد العالي الدلجموني. ايوه. طب انا قلت كده ليه؟ عملت كده ليه؟ مش عشان اعيش زي الخلق ما هي عايشه، عشان ابقى بني ادمه درجه اولى ولا حتى درجه تانية، مبقاش درجه 10. محدش شايفنا وبينداس علينا بالجزم. يا رب انت عارف ان طول عمري ماشيه صح. كل ما اروح في حته عشان اشتغل بمجهودي يقولوا لي واسطتك مين او يدوني كروت. حسينا والشعور شقة في ايام، وكل اللي طالبه بس يومين وكل اللي تطلبيه. فكري عبد السلام صحفي مستعد لتوريد كافة انواع الدعاية، وكل اللي طالبه نظرة يا ست. والله يا رب مش اكتر من نظرة. بنظرة يبقى لي سند وظهر، ونسيت ان انت سندي وظهري. يا رب سامحني يا رب. قد كده انت كبير، مع اول غلطة ليا تجيبني هنا عشان اموت. يا رب انا مش خايفة من الموت، لا انا خايفة اموت وانت زعلان مني. سامحني يا رب، سامحني يا رب. يا اخوانا مفيش فايدة، انتوا على وشكم الموت. كل واحد فيكم يستغفر ربه. خلاص انتوا وصلتوا للمحطة الأخرانية، المحطة اللي ما بعدها محطة، المحطة اللي ما فيهاش ناظر يحاسبني على الميعاد، فيها ناظر صعب بيحاسب على كل حاجة. ناظر صعب هيحاسبني على كل حاجة، ويقول لي ليه يا سليمان ما خدتش بالك من الطريق؟ ليه يا سليمان طلعت وانت مش عارف الطريق؟ دم الناس دي كلها برقبتك يا سليمان. خلاص انتوا وصلتوا لسكة السلام، لا وصلتوا لسكة الندامة، سكة اللي يروح ما يرجعش. سامحني يا رب، سامحني يا رب. جماعة خلاص لقونا، لقيت عربيات جاية على هنا. يلا عشان يدفنونا عند اهالينا. يدفنوكوا ايه؟ بس يا ريت يقولوا عننا شهد. يدفنوكوا ايه؟ بقول لكم العربيات جايه تنقذنا. يلا 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 بينا. هو انت مش شربت من الميه المسمومه معانا وجريت وقلت مش عايز اموت هنا؟ هو انتوا لسه عايشين في فيلم الميه المسمومه؟ اصل وانا بجري قابلت عسكري حرس حدود، قلت له الحاج انا شربت من البير اللي فيه الميه المسمومه. ضحك وقال لي البير ما فيهوش ميه مسمومه ولا حاجه، واليافطه دي معموله خدعه من ايام الانجليز، وانا بشرب من البير كل يوم.
انا فرحانه يا جماعه، فرحانه الحمد لله. السلطات طلعت الاتوبيس المفقود وهتدي كل راكب 1,000,000 جنيه. افرحوا بقى افرحوا. عفوا عنك قد ايه؟ في الحقيقه احنا في قناه البلالين شعارنا انفخها وفسيها ما تنامش جنبيها. بننقل الحدث عدم المؤاخذه من قلب ذات الحدث. وادي عز حياه جد بتحشي. ما هي انت وتيجي تقرفني يا طيب ها علينا يعني هشتغل فنة ومناوي. اتكلنا على الله. يلا وريني بنت ايه دي؟ محمد ابو حق الاول. اعزائي المشاهدين بصوا للكاميرا غلط. اعزائي المشاهدين ومعانا ومعاكم المواطن اللي رزع 1,000,000 جنيه مره واحده. الله يسهل له. انا فكري عبد السلام، انا صاحب السابق الصحفي، انا اللي كنت ببعت لكم الاخبار وكل كلمه بعتها لكم حقيقه. انا بشكر كل اللي علموني ازاي اعمل الاعلام البناء، الاعلام الهادف. انا بشكر كل اللي علموني القيم الاعلاميه النبيله، واقول لكم تستنوني في برنامجي الحقيقه مع فكري على قناه البلالين. شكرا. شكرا يا اخويا، فرحان بنفسك قوي. على عيني. انت كنت شغال خباص يالا. على عيني. اعزائي المشاهدين كاميرا معايا؟ ايه؟ ومعانا ومعاكم الافندي دي واخد 1,000,000 جنيه. تحب تقول ايه؟ أنا ناوي أصرف 1,000,000 جنيه فيما يرضي شرع الله ونلعن كلمة وشرعية ربنا في البرلمان الجاي إن شاء الله. هرشح ابني وابن أختي وجوز أختي وأنا هصرف 1,000,000 كلها دعاية انتخابية. أنا رمز الحنفية، ابني رمز الماسوري، أخويا رمز المحبس، ونغرق البلد. آسف يا كابتن. شكرا. طرطشت علي. إيه المرشح اللي عامل زي الكلمة دي؟ ايوه يا استاذ توفيق، معاك الاستاذ المحامي لو سمحت تكلمه لنا. المحامي؟ الواد اللي شبه محمد نجم ده؟ ايوه. تعالى يا اقف قدام الكاميرا. هي فين الكاميرا؟ يا تكميله معفن ومقفع ومعاك 1,000,000 جنيه. فين الكاميرا؟ اهي. هتعمل ايه ب1,000,000 جنيه؟ تعالى بص للكاميرا وسجل. هعمل 1,000,000 جنيه؟ هحلق شعري. حقيقي. قول يالا. ايه العيال المعفنه دي؟ استحمى يالا الاول يا ايوه يا استاذ توفيق، معاك الاستاذه النجمه سوسو الممثله. مين يالا؟ سوسو. سوسو وسو حنتوسو. هي فين دي؟ ايوه. الله. لو سمحت يا جدع عودنا ورايا. لو سمحت يا نجمه. يا نجمه يا مدلعه. ايه الحلاوه دي؟ حبك يا ابيض. تعالى هنا. بص للكاميرا. بصينا ولا ما تبصيش هي تبص لي. يا استاذ توفيق ادخل في الموضوع لو سمحت. معاك ايه؟ قصدي سيادتك يعني هتعملي ايه بال1,000,000 جنيه يا ست سوسو؟ 1,000,000 جنيه؟ بص حضرتك، انا كده ان شاء الله ناويه افتح مشروع بحر مالي. امال ايه؟ انا هفتح قناه هغني وارقص واسقف والف فيها. انت عارف هسميها ايه؟ سماها ايه؟ ايوه بقى اخلاقها ضيقه. ميرسي. متشكرين يا ست جدع سوسو. استنى. وانا اسمك ايه؟ انا هرن. اعوذ بك من الخبث والخبائث. هتعمل ايه بال1,000,000 جنيه يا هرن؟ ايه؟ بص للكاميرا وهتعمل ايه؟ انا هفتح شركه انتاج، واي واحد
اي واحده شايفه نفسها تجيلي وتسيب الباقي عليا. وهاخد 6 سوسو معايا في الشركه. ايوه بقى. هتفتح شركه انتاج؟ يا تاكل القرف، ده انت شغال معايا والانفار يالا، بتكتب الممثلات مش قد ايه؟ 50 جنيه في اليوم. يلا يلا. وانت يا سوسو امشي؟ يلا يا استاذ توفيق، يا استاذ توفيق طب نعمل لنا لقاء مع الاستاذ رئيس مجلس الاداره. ايوه استاذ توفيق. يا استاذ يا توفيق. ست سوسو. مين يا رئيس مجلس الاداره يا استاذ توفيق. الاقرع ده؟ ايوه. انت رئيس مجلس الاداره؟ انت فرحان بالبنطلون قوي ليه؟ تحب ايه؟ هتعمل ايه بالمليون جنيه النهارده؟ انا ناوي أأمن مستقبل الأولاد. أشتري لي 3 شقق. شقة في شرم الشيخ، شقة في راس البر عشان الأولاد يصيفوا فيها، وشقة في مدينة السادات على البحر على طول. شقة في مدينة السادات على البحر؟ أيوه عشان تبقى قناة. أيوه بقى. يا بركة الأكسدة يا أهبل. اللي هيبيعها قال لي ليه بحر يلا يا عم اتكل على الله، ده انت طلع اهبل ولا عبيط؟ في حد تاني يا زكي؟ استاذ توفيق اختم بقى الحلقه يا استاذ توفيق. اعزائي المشاهدين، بعد ان استمعتم الى المعفنين دول اللي هبلوا مليون جنيه وانا قاعد بشحت في القناه، احب اقول لكم ورجعت ريمه لعادتها القديمه، واللي بقى ريجيسير هيفتح شركة إنتاج بعد ما كان هيتوب لما عرف إنه هو هيموت، والتاني طلع مش عارف فين، وسوسو هترجع تمثل، والدنيا بقت زليطة في زليطة. وإلى اللقاء في حلقات أخرى إن شاء الله. شكرا لحضوركم في المطر والجو الساقع ده، ويا رب تكونوا اتبسطتوا، يا رب تكونوا مستمتعين. ربنا يخليك. انا بس عايز اعرف الناس امير ابو بكر، احمد مدحت وهو اللي مغني في الاغنيه بصوته، شمس، احمد سلامه،
علاء، عماد لطفي، محمد كرم، محمد عبد المقصود، أمير أبو بكر، أمير حسني، أنا آسف اتفضل، شبراوي، أستاذة سماح، وفاء ماضي، أحمد أشرف، خلاص أوكي، أحمد أشرف، محمود طارق سلامة، كريم، أستاذ أحمد رمضان، كريم، ثانية واحدة، مساعد مخرج محمد طارق، وهو اللي منفذ الديكور جزء منه يعني، والأجهزة دي بتاعته. تنفيذ ديكور طارق سلامة. إضاءة محمد كرم. مخرج منفذ محمد عبد الحق. إخراج باسم بناوي. كريم. أنا حابب أشكركم لوجودكم في الجو ده، بس يعني لو أنتم مستمتعين يعني وعايزين العرض تتفرجوا عليه تاني بعد كده تبقوا بلغوا الأستاذة أمل. الأستاذة أمل إحنا بنحييها مديرة الأرض، تتفضل معانا. احنا بس بنرجو منكم انه لو جيتوا اتفرجتوا على عرض تاني او زمايلكم يعني نلتزم الهدوء، لان مفيش صوت، مفيش معانا اداره هندسيه، احنا اللي عاملين الحاجات دي كلها بمجهوداتنا، الناس هي اللي عامله الحاجات بمجهوداتها، فمفيش صوت. فلو عايزين تسمعوا كويس تستمتعوا يعني تتفضلوا تبقوا موجودين، بس تراعوا انه ما يبقاش فيه صوت من الاطفال او غيرهم. اتفضلوا يا استاذ عماد. قال لك ان بكره اجازه والعرض بعد بكره. يا باشا ممكن ادخل غير عشان انا والمصحف جالي جفاف. ان شاء الله باذن الله يعني هنأجل بكره ان شاء الله، ويبقى بعد بكره ان شاء الله عرض تاني. نتمنى تكونوا استمتعتوا معانا. كل سنه وانتم طيبين. اسالهم بس الاول، انتوا عايزين العرض تاني ولا لا؟ يعني عايزينه يتعرض تاني؟ هيتعرض يوم الاحد الساعه 5. مش مناسب 5؟ جميل كده. هو عشان الاسرع 5 كويس. الاسرع عنده التزامات. انا عايز اعمل عرض من غير الاستاذ ايمن يا جماعه زعلان من الجمهور. انا عايز اعمل عرض من غير جمهور، وبالذات الشباب. احنا طول العرض عمالين نلف نقول اسكتوا يا جماعه عشان مفيش الناس دي لعبت بقالها 4 شهور، انتوا بتضيعوا مجهودكم. ليه فرحانين بيهم يعني بيعبروا؟ هيبقى الساعه 8 ان شاء الله. انتوا طيبين يا جماعه. انت طيبه. كريم معانا مكتوب مين حد؟ ايه النور دي؟ برافو عليكم. لما يرحم انت التليفون اللي جوه يلا شايلينه فوق عشان نمشي. Thank you.